وكده يا حبايبي طلعنا المنين من الفرن. يا رب يعجبكم، طريقته بسيطة. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا المنين اللذيذ ده ازاي. وكل سنة وانتم طيبين. منين جميل جدا، منين بيتي، حاجة انت عاملاها في بيتك موفرة. خش الفيديو وشوفوا احنا عملنا المنين الجميل ده ازاي، احلى منين بتاع العيد. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده قراقيش للعيد. انا معايا هنا كوبايه ونص ميه. هنعمل الاول خميره، هنحط عليها 4 معالق سكر بمعلقه الشاي دي. وهنحط باكو خميره، وباكو الخميره يعني يعتبر معلقه كبيره. واحنا هنحط معلقه كبيره يعني باكو خميره يعني على كيلو دقيق. وطبعا ميه عاديه جدا من الحنفيه. هنقلب بقى الخميره مع السكر ونسيبها شويه عقبال ما نحضر بقيه المكونات بتاعتنا. ندوبها بس كويس، نطمن ان هي دابت ونسيبها على جنب. كده دوبنا الخميره يا حبايبي، هنركنها على جنب ونحضر الدقيق بتاعنا. انا معايا كيلو دقيق من اللي هو دقيق استعمالات المعجنات. هنحطه في العجان. انا حطيت يا حبايبي هنا معلقه بيكنج باودر صغيره ورشه ملح مع دقيق. دي طبعا دقيق منخول ودقيق اللي هو للمخبوزات. هنبدأ بقى نقلب الدقيق الأول قبل ما نحط السمنة. هنحط يا حبايبي كوباية سمنة الأول. دي سمنة كريستال جميلة جدا. هنحط كوبايتين، كوباية سمنة كريستال أو سمنة اللي انت حباه واللي عندك. الكوباية التانية هعبيها نصها زيت ونصها سمنة بلدي. دي كوباية تانية يا حبايبي، انا حطيت نصها سمنة بلدي اهو زي ما انتم شايفين، وهنكمل نصها زيت. لو ما عندكيش سمنة بلدي عادي يبقى كملي العجنة بتاعتك بكوباية سمن وكوباية ونص سمن من اللي عندك ونص كوباية زيت. الزيت بيديها طبعا قرمشة حلوة، انما لو في سمنة بلدي دي حط لها بتديها طعم جميل جدا مع الكريستال. هنحط الكوباية التانية. دي كوباية تانية يا حبايبي من السمنة، نص سمن بلدي ونص زيت. زي ما قلت لك لو ما عندكيش سمن بلدي استعملي اللي موجود عندك. كده يا حبايبي انا شغلت عليه العجان عشان يبسه الاول قبل ما نحط الميه بتاعتنا. انا هنا نسيت يا حبايبي احط السمسم، فهحط السمسم عشان يتبس مع الدقيق والسمن. احط 3 معالق كده سمسم ونبدأ بقى ننزل العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بقى نبسه تاني. بصوا يا حبايبي العجينة اتشربت كلها من السمنة اهي. هنبدأ بقى ننزل عليها المية اللي فيها الخميرة.
هنحط تدريجيا كده المية حبة حبة. بصوا يا حبايبي، انا خلصتها اهي. العجينة ما شاء الله جميلة اهي، بس ما خدتش كوباية ونص مية، خدت كوباية مية بس. فخلوا بالكم مش كل الدقيق زي التاني. يعني بص، كوباية ونص مية اهي، انا خدت كوباية واحدة منها والنص فاضل اهو. هنبدأ بقى نشكلها ونقطعها ونحضرها. انا كده يا حبايبي قطعتها اهي وسبتها بقى ترتاح. هغطيها لمدة نص ساعة وبعد كده نبدأ نشكل فيها. هبدأ بقى يا حبايبي اخد قطعة قطعة كده افردها. بص العجينة زي الملبن ازاي ما شاء الله. هفردها كده والمها كأن احنا بنعمل كأنك بتعملي عيش الفينو بالظبط. وبعد كده هتروحي ماسكاها مبططاها بايدك. بص هي ما شاء الله عشان مرتاحة والعجينة حلوة طرية ماشية معاكي بالايد، يعني مش محتاجة لا مردنة ولا حاجة. شكلي بقى الاشكال اللي انت عاوزاها، عاوزة قراقيش صغيرة، عاوزة قراقيش كبيرة، براحتك. المهم السمك بتاعها ما يكونش لا رفيع قوي ولا تخين قوي عشان هي لسه هتخمر. هي بالسكينة بقى كده وتقطعي الشكل اللي انت عاوزاه والحجم اللي انت عاوزاه. عاوزاها عريضة، عاوزاها رفيعة، براحتك. هنرصهم بقى في صينية ونستنى لما يخمر وندخلها الفرن. يعني كتير قوي نص ساعة، ما نطولش اكتر من كده عشان لما تكوني عاملة العجينة بالنهار. بصوا العجينة طرية ازاي زي الملبن. هفرد برضو معاكم حتة تانية. انا كنت مقطع على الكيلو على 5 كور. تفرديها كده، تفرد معاكي بكل سهولة طالما العجينة مرتاحة وطرية. وبروح برماها كأني بعمل فينو بالظبط كده كده كده. واسويها من الجناب وابدأ ابططها بايدي كده، مش محتاجة مردنة ولا حاجة. ونبدأ نقطع فيها بعد كده لما نعمل السمك اللي احنا عاوزينه. مش عاوزينها لا تخينة ولا رفيعة، يعني لسه هي داخلة في التخمير. السكينة ونقطع الحجم اللي احنا عاوزينه. متقلقيش يعني يا حبايبي، عشوائي، مش ملهاش شكل اكتر من كده ولا حاجة. في ناس تحب تعملها بزاوية، اعمليها. تعمليها دايركت زي ما انا بعملها كده، اعمليها. الصينية حتى مش محتاجة ان احنا ندهنها، لان ما شاء الله العجينة مخدومة واخدة سمنة كويس. طبعا انت بتحطيه في الصينية ما تحاوليش تلزقيه في بعضه علشان لما يخمر ما يلزقش في بعضيه. اهو زي ما انتم شايفين كده.
وانا عامله هنا في الصينيه دي. هكمل بقى مع نفسي وارجع لكم بقى، ده نحطه في الفرن واوريكم. وكده حبايبي انا خلصتهم، قطعتهم يعني شكلتهم اهم. ده الكيلو. هستنى بقى عليه لما يخمر واحطه في الفرن.